دايما علمونا اساتذتنا اللي فوق مننا ان هو النجاح خطوات مستمره، خطوات مستمره ومتكرره هي اللي بتوصلني للنجاح. لكن نجاح سريع ايزي كام ايزي جو ده معروفه. فدي ما يبقى دي كده الخطوات دي عرفتها. يبقى اول ثلاثه عرفناهم، ما اقولش لحد. تاني حاجه بلاش تعقيد، وتالت حاجه بلاش توتر، ودول هيفيدوني جدا جدا، هيحسن من ادائي ومن توقعاتي ومن المايند سيت بتاعتي. 4 3 احنا هنخش بقى في تاني جزء اللي هم الاربع خطوات. ايه هم الاربع خطوات؟ دون، حول، نفذ، قيم. ورقه وقلم، لو ما جبتيش الورقه والقلم هزعل. ممكن على فكره توقفوا الفيديو هنا وتروحوا تجيبوا يعني اي مشروب مفضل ليكي، ايس كوفي، لو انت في الصيف بتسمعي البودكاست، كوبايه شاي، اي حاجه. وبرده تعالي اقعدي تاني، يعني بحيث تعملي ريفرش للافكار وللدوره الدمويه. تمام. طيب الورقه والقلم يا ريت يكونوا معانا، وعشان برضو هيكون في برضو هنا بقى هنكتب خطط. اول حاجه انا محتاجه في تاني جزء من في الرحله بتاعتنا اسمه دون. دون بقى ايه هو؟ ان انا اجيب كل الافكار اللي في دماغي اللي زحماني، كل الافكار اللي في دماغي اللي زحماني احطها على ورق. يعني ايه يا بسمه؟ يعني حطي كل الافكار اللي انت مضايقاكي واللي دوشه دماغك، المشاريع اللي انت عايزه تعمليها. شوفي كم مشروع انا ما عملتهوش مثلا، ما تقفلش وما طلعش على للنور، مشاريع مصوراها ومش عارفه اطلعها. اكتبي بقى هم عددهم، اسمهم. اكتبي مثلا انا بالظبط ايه اللي انا محتاجه اشتغل عليه دلوقتي، ايه اللي انا مضايقني، ايه اللي انا بقعد افكر فيه في السرير بالليل وانا متضايقه وعايزه ان انا اشتغل عليه. كل الحاجات دي كلها اكتبيها في الورقه. طب ليه؟ علشان يعني عشان مش حاجتين، لا حاجه واحده. عشان المخ بتاعنا بيشتغل زي البروسيسور يا جماعه. المخ بتاعنا بروسيسور مش هاردوير. يعني ايه الكلام ده؟ مهندسين هيفهموني كويس جدا، واللي بيحبوا او بيفهموا في اللابتوبس والموبايل، واعتقد كلنا بنفهم في الموضوع ده دلوقتي. كلنا بنشتغل على الموبايل في البيزنس بتاعنا او في مشاريعنا او بنتعلم عليه. هتشوفوا دايما وانت ماسكه التليفون الموبايل بيسخن، او بعمل بالذات اللي بيشتغلوا على برنامج مونتاج، بعمل حاجه فيها يعني بتسحب جهد من او بتتطلب جهد من الموبايل. هتلاقي الموبايل بيسخن، او انت تيجي تعملي اكسبورت، او ان انت بتحاولي تطلعي الفيديو اللي انت عملتيه. هتلاقي مثلا بيجي يقول لك ايه، بيطلع لك مسج يقول لك لو سمحتي فضي المساحه اللي عندك في مساحه التخزين بتاعتك ممتلئه، معلش فضيها عشان اعرف ان انا يطلع الفيديو ده يتعمل له اكسبورت من الموبايل. تمام. برضو بتحصل معانا على فكره في اللابتوب، وبتحصل معانا في الموبايل. طب ليه ده بيحصل؟ او ده ايه علاقته باللي احنا بنتكلم فيه في التدوين؟ مخنا بنفس الطريقه دي. مخنا لو انا عملته بنفس معامله الموبايل كده بنفس الطريقه، لو انا عملته بنفس الطريقه ان هو تخزين 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 افكار ومشاكل وحاجات كتيره جدا جدا، وفي يعني مشتتات وفي افكار وفي مهام كتيره جدا جدا انت عايزه تعمليها النهارده وبكره وبعده ومش عارفه ايه وحاجات كده. كل الحاجات دي كلها بتخلي ادائك انت يقل. دي من ضمن الكور بتاعت المشكله بتاعتنا. لازم افكر ان دايما عقلي محتاج يشتغل از بروسيسور. يعني ايه از بروسيسور؟ يعني هو مصمم، ربنا خلقنا ان عقلنا ده بيحل مشاكل او يصمم او يبدع. ان انت تديله حاجه مهمه وهو يبدع فيها ويتفانى فيها ويعمل فيها، مش عشان يخزن يعني معلومات على الفاضي، او يخزن مشاكل على الفاضي ويفضل كده على طول مشدود، او على طول بتخزني افكار وخلاص. لا، هو محتاج يتعامل از بروسيسور. يبقى انا من وقت للتاني لازم اتعامل مع دماغي ان هو زي بالظبط الموبايل. لما بيجي فتره اروح انا مفضياه ومفضيه المساحه اللي فيه عشان يقدر الموبايل يشتغل بسرعه كويسه تاني زي الاول، والرامات بتاعته ترجع تاني زي ما هي، اعرف استفاد منها ويكون اداؤه سريع. مخنا برضو نفس الكلام من فتره للتانيه. ويفضل طبعا كل يوم، لو يعني يا سلام بقى ده لو انت وصلتي للعاده دي، بس ان انت تخليها كل يوم هتفرق معاكي بشكل كبير جدا التدوين. ودي فعلا انا مجرباها بشكل كبير جدا. انا مش بقول برضو على فكره ان انا مش بتكلم، عشان بعض الناس ممكن تبقى عندها علم بالحته دي تقول لك انت قصدك مثلا الجورنالينج، ما احنا عارفينها، او مثلا لا هتبقى صعبه عليا. لان في بعض الناس هتبقى مثلا بالنسبه لها صعب. انا مش بقول الجورنالينج، انا بقول ليفل 0، ان انا هكتب بس الافكار اللي عندي ايه هي، واللي انا عايزه اللي شاغلاني في دماغي، واكتبها بدون ترتيب
وقعدت والوقت مش شرط وقت معين، الصبح قدرتي تعمليها، بالليل قدرتي تعمليها، في نص اليوم قدرتي تعمليها. اكتبي عادي بدون ترتيب. وعايزه تقعدي 5 دقايق حلو، عايزه تقعدي ساعه، عايزه تقعدي نص ساعه، على قد ما تقدري انتي وطاقتك. تمام. تاني مرحله بقى عندي حول وصنف. ان انا اشوف بقى الافكار انا كتبتها كلها، ابتدي زي بالظبط كده زي بانترست. هرجع تاني، فاكرين المثال بتاع بانترست اللي انا قلته في اول 3؟ بانترست احنا بنحط الافكار كده وخلاص. عفوا انا قلت لكم المثال ده في الانترو بتاعت البودكاست في الاول حلقه خالص. بنترست احنا بنتعامل معاه بنات، بحط بنز افكار كثيره جدا جدا، ومفيش حاجه منها بتطلع. طب انا لو اتعاملت بقى مع البنز دي ان هي دي الافكار بتاعتي، وجيت بعد كده دخلت على بنترست وعملت فولدر او فايل او سميت، وابتديت انظم الافكار اللي عندي دي، وابتديت ان انا اسميها بمسميات. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا جيت مثلا فرضا انا عامله مثلا افكار للكب كيك، افكار مثلا للشمع، افكار تاني المشروع مش عارفه الديكوباج. لو انا بدل ما انا الحاجات بتاعتي متنطوره في كل حته كده وبنات كتيره عشوائيه مش متصنفه، ابتدي ان انا ارتب شويه الافكار منها، ان انا ايه المشاريع منها اللي عايزه ابتدي منها. انا مثلا امكانياتي دلوقتي وشايفه نيدز للماركت ان انا مثلا هبتدي مشروع ديكوباج، فانا خلاص هبتدي ان انا اركز في البنات بتاعت او الافكار او الحاجات اللي خاصه بمشروع الديكوباج. يبقى انا كده في المرحله دي عملت ايه؟ تاني عملت حول وصنف. يعني ايه؟ يعني هبتدي اشوف انا محتاجه اشتغل على ايه من الحاجات المتفتحه عندي اللي انا كتبتها على ورق، من الافكار اللي انا كتبتها على ورق. خلاص هختار منها. خلاص. طيب انا دوري ايه هنا بقى؟ دوري ان انا اشوف ايه المشتتات وايه الحاجات الاكتيفيتيز، النشاطات اللي انا بعملها طول اليوم بتخليني، اللي هتساعدني ان انا اوصل للهدف ده، وايه الحاجات اللي انا بعملها كل يوم بتخليني ابعد عن الهدف ده. ها، اجابه السؤال ده ايه؟ انتوا شطار في الحته دي كويس جدا. هتكتبوا لي تحت في الكومنت تقولي لي ايه اكتر الحاجات اللي انتوا بتعملوها طول اليوم بتخليكم تبعدوا عن الهدف بتاعكم. تمام. طيب انا دوري هنا ايه في الحته دي؟ دوري ان انا احاول قدر الامكان في الحاجات دي ان انا اكتب بالظبط انا محتاجه اشتغل في ايه، واكتبيها. على فكره كمان هيسهل عليكم جدا جدا ان احنا كمان نشتغل في كل يعني لو تقدري ان انت تاخدي يعني 2 جانب من حياتك هيبقى كويس جدا. ويفضل ان هو يكون البيت. يعني مثلا هاخد مثلا شغل البيت، انا مثلا مأثر عليا جسمانيا، يعني اغلبنا مثلا شغل البيت بالنسبه لي، لو انا البيت ما يعني دي حته جدا جدا مهمه جدا، لان كلنا اغلبنا ومحتاجه ان احنا نتكلم فيها شويه صغيرين، ان احنا احنا اغلبنا ستات بتشتغل من البيت. خلاص. احنا عاملين ورك سبيس مهما كان، احنا عاملين مساحه عمل احنا بنشتغل فيها. لو انا حتى قافله عن نفسي الاوضه، لو انا اللي جوه مش مظبوط، لو انا جوايا انا مهما كان اللي قدامي بغض النظر الورك سبيس والمساحه العمل انا بشتغل فيها قد ايه منظمه وقد ايه يعني فظيعه ورائعه، لو انا جوايا مش جوه افكاري مش مترتب، او بره البيت كمان في مشاكل بره الاوضه، عفوا بره المساحه بتاعتي كمان بره في البيت عندي الدنيا مش منظمه وفيها مشاكل وفيها دوشه وفيها حاجات كتيره، بالتاكيد مش هعرف ان انا اوصل لاي حاجه، مش هعرف ان انا انجح، ولا هعرف اوصل لاي حاجه، ولا هعرف اشتغل. فيبقى اذا انا محتاجه لو انت اشتغلتي على جانبين بشكل بسيط جدا هيساعدك بشكل كبير. بمعنى ايه؟ مثلا انا النهارده محتاجه ان انا اظبط اكتر حته الوقت بتاعي، اداره الوقت بشغل البيت، مع عشان لما اداره الوقت الجانب بتاع اداره الوقت لما يظبط مع شغل البيت هيظبط معاكي، سامع معاكي في وقت بتاعك الشغل بتاعك، تعرفي فعلا يكون كواليتي تايم، تعرفي تخلصيه في كل الشغل اللي انت عايزه تخلصيه. يبقى انا لو اشتغلت على جانبين، يا رب تكون الحته دي وضحت ليكم، هعرف يعني هيكون بالذات لو انا ظبطت الجانب ده هيسمع معايا، وده هيسمع معايا في الشغل، وده هينقلني للخطوه رقم 3. لو انا جيت كتبت مثلا في الخطوه رقم 2 مثلا شغل البيت، انا بالنسبه اغلب الستات يعني ما بيخلص بالنسبه لها شغل البيت، بالذات لو هي مش معاها حد بيساعدها. فانا مثلا فرضا ان انت كتبتي مثلا شغل البيت في حاجات كتير جدا محتاجه شغل فيها، مثلا الاكل البيت حاجه زي كده، كتبتي مثلا حاجات ليها علاقه بالشغل، مثلا اللابتوب مثلا باظ، الموبايل مثلا باظ، حاجه من الحاجات دي. هاجي رقم 3 انا هكتب فيها
انا هتعامل ازاي مع المشاكل اللي عندي دي، وازاي ان انا اخليها تظبط معايا في ال في البرفورمانس بتاعي، ان هي تحسن من ادائي. طيب فاحنا هنعمل تالت خطوه اسمها نظم، ودي هكتب فيها المشتتات والمهام والافكار اللي في دماغي دي، هبتدي ان انا اخد بيها اكشن. هعمل سكادول بورقه وقلم. عفوا، انا محتاجه اعمل ورقه وقلم، وهبتدي اكتب من الشمال لليمين. هكتب من الشمال waiting for، جدول كده طولي. وتاني خانه هكتب فيها delegation. وتالت يعني تالت جزء في الجدول اسمه must do it. خلاص. طيب الويتنج فور ايه هو؟ هكتب بين قوسين هو احلام مؤجله، حاجات انا عايزه اعملها بس دي مش هتحصل دلوقتي، مش هتتنفذ دلوقتي. زي ايه؟ زي مثلا او ان هي ملهاش لازمه ان هي تتعامل دلوقتي، او ان انا احرق بنزين عليها دلوقتي، او ان انا افكر فيها دلوقتي، او تاخد من مساحه العمل بتاعي دلوقتي. خلاص. دي زي ايه؟ زي مثلا ان انا مشروعي يكون مسجل، ويكون علامه تجاريه مسجله، ويكون ليا سجل ضريبي وبطاقه ضريبيه، والحاجات دي كلها. كتير جدا جدا من الاسئله اللي بتجيلي، ودايما بتكون شاغله بالكم جدا جدا جدا، وواخده حيز من تفكيركم. انا لسه بادئه مشروعي، عامله مشروع اكسسوارز، عامله مشروع فاشن، عامله مشروع مثلا كروشيه او مكرميه، وعايزه والله اروح اعمل سجل ضريبي وبطاقه ضريبيه. اصل انا خايفه حد ياخد التصميمات بتاعتي، اصل خايفه حد ياخد الاسم بتاعي واللوجو بتاعي. طيب تمام، هل انا النهارده عملت مبيعات؟ هل انا اثبتت نفسي في السوق؟ هل انا عندي ريتيرنينج كاستمرز؟ هل انا عندي سستينابيلتي في الشغل بتاعي؟ هل انا عندي سيستم؟ هل عندي تيم وورك؟ هل عندي مكان؟ هل انا عندي خط انتاج؟ هل انا النهارده نازله معرض او بنزل معارض والشو رومز، وفرض عليا ان انا ما ينفعش انزل في كاتيجوري معين غير لما، او في مكان معين في الشو روم، غير لما يكون مثلا في سجل ضريبي وبطاقه ضريبيه؟ الاسئله دي محتاجه تجاوبي لي عليها. لو ساعتها انا محتاجه تعملي دي يعني في مراحل في البيزنس انا فعلا محتاجه ده، لكن في الاول انت مش محتاجه تعملي ده. يبقى انا دي من ضمن الاحلام المؤجله، يبقى انا مش لازم اشغل دماغي بيها دلوقتي، لان انا ممكن وارد جدا جدا بعيد عنكم يا رب ان انا ابتدي اشتغل في البيزنس بتاعي سنه سنتين ثلاثه. وده اغلب الدراسات بتقول كده، ان في بنسبه كبيره جدا تفوق 70% من اصحاب البيزنسز اللي بيبتدوا ما بيكملوش بعد 3 سنين، كلهم بيقفلوا. فانا النهارده حد يجي يقول لي مثلا بعد قبل 3 سنين عايز اعمل بطاقه ضريبيه وسجل ضريبي، صباح الفل. مش لازم لما يكون مثلا انا النهارده عملت مثلا ويب سايت، او انا بتعامل بقى مع بيزنسز كبيره، مثلا شركات كبيره، ساعتها انت محتاجه تعملي سجل ضريبي عشان شغل يبقى بروفيشنال. محتاجه مثلا انا النهارده مثلا انا هعمل مثلا خط انتاج كبير جدا، او انا هعمل مثلا البيزنس بتاعي هصدر حاجات لبره وهستورد خامات من بره ومش عارف ايه، وبتعامل مع شركات كبيره، او بتعامل مع انفلونسرز وبلوجرز مثلا كبار جدا جدا، مثلا زي براند اختين. فهم مثلا ما تجيش تقولي لي مثلا ان هم ما عملوش، ما احتاجوش ان هم يعملوا سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، او ان هم يكون ليهم يعني يشتغلوا ان هم الشغل البروفيشنال ده، الا وهم عندهم البادجت وعندهم البلان وبينفذوا فيها، ووصلوا فعلا للبلان بتاعتهم. اعتقد في اقل من سنه، او يعني within 3 يعني 2 years هم كانوا بيخلوا السليبرتيز، يعني الناس اللي هم الممثلين الكبار، هم بيستخدموا الشنط بتاعتهم. فاذا النهارده هي في الستاب دي هي محتاجه ان هي تكون واقفه على ارض ثابته، لان هي خلاص هي عارفه معاها تيم ورك، معاها الاستراتيجي، معاها البلان، معاها الاسيتس، معاها التيم، معاها الخامات، الماتيريالز، معاها بادجت. كل الحاجات دي كلها عوامل مساعده. وكمان الجهه اللي هي رايحه فيها هي محتاجه ان هي تعمل حاجه زي كده، ان هي يكون في اي بيرميشنز او اي تراخيص تكون معاها. لكن انا هتبقى بالنسبه لي دلوقتي كل واحد، يعني انا لو بتكلم مثلا على مشروع لسه صغير، ولسه انا لسه ببتدي في الاول، ولسه مش عارف، بستكشف السوق، ولسه في منتجات انا ما اتباعتش وكل الكلام ده كله، لو انا لسه في مرحله البدء او بعد البدء بشويه، لا انصحك ما تفكريش في الموضوع ده دلوقتي.
الا بالحاجات اللي انا قلت لك عليها ان انت لازم تعمليها. طيب لو انا مثلا عايزه برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن مثلا تعطلني ان انا عايزه مثلا اجيب لابتوب بروفيشنال، عايزه اجيب ايفون مش عارفه 16 برو ماكس. طب انا معايا فلوس؟ معيش فلوس. يبقى دي برضو waiting for. يبقى انا ما اروحش مثلا اشغل نفسي واسحب نفسي مع اعلانات كومباوند دجله بالمز وانا مش معايا 20 مليون جنيه اشتري كومباوند. ما اقولش الله ايه ده، ايه الحاجات دي يا رب ادينا، وانا معيش فلوس اصلا اجيب الحاجه. طب ما انت هل انت بنشتغل، هل احنا معانا الفلوس اللي تخلينا نوصل مش عارفه ماونتن فيو ولا دجله لسه احنا لسه بنبتدي. يبقى انا النهارده دي احلام احطها على جنب، لما يكون معايا الفلوس ساعتها افكر في الحاجه دي. لما يكون معايا فلوس جاهزه وزايده معايا بزياده، ساعتها اوسع على نفسي عادي، اجيب ايفون، اجيب اللابتوب اللي انا عايزه اعمله، لكن مش قبل ما اسلخش قبل ما اذبح. عارفين عارفين بتاعت احمد سعد دي اللي في الفيلم، ما تسلخيش قبل ما تذبحي. ماشي. طيب يا رب حبايبنا اللي بيسمعونا من بره، من السعوديه ومن دبي، يكونوا فاهمين الافيه. تمام. طيب تاني خانه عندي ايه هي؟ الديليجيشن. الديليجيشن دي تفويض لاشخاص وادوات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا النهارده مثلا فاكرين الخطوه اللي هي الستيب اللي قبل كده كنت بقول لكم اللي هي بتاعت حول وصنف. انا مثلا واحده ست بيت، الشغل البيت عندي عبء كبير جدا جدا. طب هاجي للخانه بتاعت تنظيف البيت او التاسك او المهمه اللي انا مضايقاني او اللي هي عبء عليا او اللي هي عايزه ان انا اظبطها عشان تظبط معايا الجانب التاني، جوانب بيت الجوانب التانيه. هاجي مثلا اروح قايله ايه، انا والله العظيم انا مثلا معايا فلوس كويسه اقدر ان انا اوفر منها ان انا اجيب حد يجي يساعدني مره في الاسبوع، فدي مثلا لو حصلت هتريح معايا كويس جدا، هتظبط معايا الوقت بشكل كبير وهتحسن من ادائي وهتخلي جسمي مش تعبان طول الوقت مثلا. لا مثلا والله حتى هتلاقوها على فكره في بقيه الجوانب. يعني ممكن بعض الناس هتلاقي مثلا حتى بعض الكوتشز بيقولوها بينصحوا بيها للحالات بتاعتهم او المرضى بتاعتهم. والله انت مثلا لو علاقتك بجوزك او مع اولادك مش كويسه، فبلاش تضغطي على نفسك في جانب تنظيف البيت، حاولي تجيبي حد يشيل الجزء ده عشان تعرفي تركزي في الجزئين دول. برضو انا بنصحك بيها كصاحب كبزنس منتور، انا برضو بنصحك بالحته دي. انت لو انت قادره ان انت تعملي ده اعمليه لو سمحتي فورا. مش قادره او ان انت مثلا مش مناسبك، اتس اب تو يو. كل واحد النهارده اللي يناسبني ما يناسبش غيري، كل واحد يقدر يختار المعادله اللي توصله للتوازن بنفسه. تمام. النهارده احنا بدانا البودكاست عشان نوصل للتوازن ما بين الحياه وما بين الشغل. انت تختاري المعادله اللي تناسبك بنفسك. طب انا مثلا في التاسك دي اشيل الهم لوحدي، هتضايق، ابقى خلاص بقى اشيلها لوحدي. طب ممكن تعملي حاجه، ممكن اختراع تاني. قادره ان انا اشيل جزء من تنظيف البيت ده، افوض الحاجات دي لادوات تساعدني في الحاجات دي، اعمليها. والله مثلا عندك امكانيه ان انا مثلا اجيب مثلا ادوات تساعدني في تنظيف البيت فتشيل مني جزء كبير جدا، فتقدر ان انا اوفر طاقتي ووقتي لبقيه البنود في حياتي، يبقى كويس جدا. وهنا انا عايزه بس احط هنت كده بين قوسين، ودي مهمه جدا 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 وبنصحها لكل حبايبي ولكل صاحبات البيزنس اللي بيجوا معايا. دايما حاولي واحنا في الرحله بتاعتنا، وانت بتحاولي ان انت تبني، عايزه تبقي صاحبه بيزنس وتبقي ناجحه ومشهوره وتبقي رائده اعمال. حاولي دايما ما اشتغلش بعقليه ست البيت، ان انا عايزه اوفر في كل حاجه، عايزه اوفر ان انا اشيل شغل البيت واعمل لهم الحلو والحادق وما ادخلش حد في بيتي، وعايزه اوفر كمان في البيزنس وانا اللي اشيل شغل التصميم والتسويق والماركتنج ومش عارفه، والماركتنج والتسويق، وعايزه اشيل مش عارفه التصوير وكل حاجه، كل حاجه اعملها بايدي. يعني حاولي تنتقلي من المايند سيت بتاعت ست البيت لرائده الاعمال. الشيفتنج ده هو ده اللي انا بحاول اشتغل فيه معاكي. لو انا النهارده اشتغلت بكل حاجه انا عملتها بايدي، صدقيني وقت صغير ومش هتعرفي تكملي في كل حاجه، كل حاجه هتبوظ منك. معلش انا النهارده انا دايما متفائله معاكم ودايما بديكم باور، بس انا بالذات في الحته دي بجد انا فعلا جايه فعلا بلا مبالغه من المستقبل، اكتر من يعني قصص واكتر من شغلي مع العملاء وفي حياتي الشخصيه ومع اكتر من حد. انا فعلا حقيقي انا الحمد لله رب العالمين من 9 سنين وانا بشتغل في الاستشارات، وكان من قبل ما يكون بزنس. فانا بقول لكم الحته دي فعلا البالانس في الحته دي لازم هتكوني في اجزاء بتضحي بيها، مش كل حاجه هعمل لها بنفسي. لازم تختاري تشتغلي بذكاء. work smart not hard. دايما الاجانب حتى بيقولوا يعني اشتغلي بذكاء وليس يعني ايه يعني بزياده، تضغطي على مش بجهد، ما تشتغليش بجهد زياده، اشتغلي بذكاء. ودايما هتلاقيها حتى بتسمع معانا اكتر من قاعده في الماركتنج، ان شاء الله هقولها لكم قدام. هتلاقي دايما يقول لك 20%
من الحاجات اللي انت بتعمليها هي اللي مسببه ل 80% من النتائج. يعني كل الناس كلها بتقول القاعده دي هي دي الصح، وهو ده المعادله السريعه للنجاح، وهي دي الملخص الدنيا. نروح انا بقى ايه، احنا بالنسبه لنا بقى ايه، نعمل ال 80% جهد ومتضايقين بقى من 20%. ليه جاي لي 20% بس اوتبوت؟ طب ما هو عشان انت عكس الدنيا، انت المفروض تعملي 20% عشان توصلي 80%. 80% مش عشان شغلك بس، 80% في كل جوانب حياتك. هتاخدي النجاح في كل جوانب حياتك ب 20%. بس اختار ايه ال 20% اللي انا احط فيهم الايفورت بتاعي، اختار ان انا ايه الحاجات اللي انا احط فيها مجهودي اللي انا لا غنى عنها، اللي انا محدش غيري يعملها. وده ينقلنا للخطوه اللي بعد كده اللي هي اسمها ماست دو ات. ايه هم ال 20% اللي انا محتاجه ان انا اشتغل فيهم؟ مثلا زي ان انا مثلا المنتجات بتاعتي انا اللي بعمل التصميمات، محدش غيري بيشتغل في التصميمات، وانا دي انا الدماغ بتاعي، انا لا عمده، انا العمده في المشروع بتاعي. يبقى انا دي الحاجات اللي انا هكتبها اللي هي ماست دو ات، انا اللي بعملها، ما ينفعش افوضها لا الاشخاص ولا الادوات. خدي بالك انا في الديليجيشن انا مثلا ممكن اعمل في الماركتنج افوضه للشات جي بي تي يعمل لي ماركتنج بلان مثلا. ممكن الماركتنج افوضه لماركتنج ايجنسي. برضو رخصه مثلا العربيه، في بعض الابلكيشنز اقدر ان انا افوضها تعمل لي رخصه العربيه، ممكن اخلي شخص يساعدني برضو في موضوع ترخيص العربيه. لكن في الخانه بتاعت ماست دو ات انا في حاجات انا اللي ما فيش غيري يقدر يعملها دلوقتي، انا معيش مثلا امكانيات او ما حدش ليه الصلاحيات ان هو يقدر يعمل الحاجات دي غيري انا. يبقى انا هروح كاتبه كل الحاجات كلها في الخانه دي. خلاص. طيب هاجي لاخر خطوه في الحته دي، ولو عندكم اي اسئله في الاجزاء دي او في الجزئيه دي او في اللي قبلها اكتبوا لي تحت في الكومنت. وهاجي لاخر خطوه اللي هي قيم. الحته دي مهمه جدا 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 ولا غنى عنها، وفعلا فعلا مسؤوله عن نجاح بقيه الخطوات اللي بعدها، التقييم. وما كدبتش عليكم، شويه هتلاقوا فيها صعوبه ان انتوا تلتزموا عليها، بس لو التزمتي عليها هتجيب لك معاكي نتائج كويسه جدا جدا في تحسين المايند سيت، وهتعرفي بالظبط انت ايه اللي فرق معاكي وايه اللي نجح معاكي وايه اللي ما نجحش عشان ما اعملهوش، وايه اللي نجح عشان اعمله. التقييم ده بيكون ازاي؟ انا مثلا فرضا ان انا عملت خطه بسيطه زي ما احنا كنا بنتكلم، نعمل خطه اسبوعيه بالحاجات اللي انا عايزه اعملها. انا عايزه النهارده مثلا في الاسبوع ده، او النهارده انا هعمل الاسبوع اللي جاي ان انا عايزه ابتدي. مش احنا قلنا كيب ات سامبل؟ فاكرين في الثلاثه الاولانيين؟ حتى في كيب ات سامبل انا في الخطه بتاعتي وانا بعمل كيب ات سامبل بنفذها في الكونسبت في الطريقه بقى، وانا بحط الخطه مش هحط بقى ايه ان انا كل اسبوع انزل 7 بوستات و7 ريلز، وكمان بقى ايه المشاريع اللي عندي ال5 6 اللي عايزين يتقفلوا انا كمان هخلصهم في الاسبوع ده، ومش عارفه بقى ايه كمان عندي بقى، مش عارفه تنظيفه البيت تنظيفه عميق هعملها في الاسبوع ده، وعندي مش عارفه سفريه. انت كده مش كيب ات سيمبل خالص، انت كده كيب ات هارد، انت كده بتفحتي نفسك. وكده كمان حتى لو عملتي الاسبوع ده مر بسلام وعملتي كل الحاجات دي كلها، الاسبوع اللي بعديه هتلاقي نفسك بتقل في ادائك، ثالث اسبوع بتنهاري ووصلتي تاني للفوضى الذهنيه. وليه؟ علشان انا ما توقعتش من نفسي، انا حطيت لنفسي ليفل الوحش وانا لسه في الليفل اللي تحت خالص. انا النهارده بطلع من حاله فقدان الطاقه. يبقى انا عارفين بالراحه كده هتاخدي نفسك بالراحه خالص، عارفين كده زي يبقى كأنك طفل صغير. مالك يا حبيبي؟ بتحاولي تعلميه. الطفل نفسه مثلا لما بيجي بيتولد هل هو بيطلع يجري ولا اللي هو الاول بيحبي وبعدين يبتدي يتسند على ترابيزه؟ بعد ما يتسند طيب مثلا يبتدي ان هو يتجرأ شويه، يسيب ايده من على الترابيزه، يبتدي يمشي خطوتين، بعد كده يبتدي يمشي، بعد كده يبتدي يجري، يبتدي بعد كده ما نعرفش نمسكه اصلا في قلب البيت. لكن هو خدها خطوات. انا نفس الكلام لما اجي ابقى عايزه اقوم من خطوه فقدان الشغف، فقدان الطاقه والاوفر ويلمنج ده كله، انا محتاجه ان انا اخدها بيبي ستيبس. لما اجي احط خطه احط خطه بسيطه جدا جدا جدا. وهنا سريعا هقول لك هنتايه بسيطه جدا جدا في حته التقييم هتساعدك بشكل كبير. حاولي ان انت بعد ما احط الخطه البسيطه جدا ان انا مطلوب مني ان انا اعملها، خصصي يوم في الاسبوع ان انت تقيمي فيه ادائك في باقي الايام بتاعه الاسبوع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا النهارده يوم السبت مثلا اختاري وقت بالنسبه لك مناسب، يوم السبت يوم الاحد مثلا بعد ما الولاد بيروحوا المدرسه هبتدي امسك ورقه وقلم، انا ايه اللي عملته الاسبوع اللي فات؟ مثلا خلصت كذا خلصت كذا، طب ايه اللي ساعدني ان انا اخلص ده؟ هروح كاتبه مثلا ان انا التزمت، مثلا ان انا اتحمست، مثلا ان انا كافئت نفسي، مثلا ان انا وفرت لنفسي كذا، اصل انا
اكتبي كل الحاجات دي كلها. طب إيه اللي ما ساعدنيش ان انا احقق الهدف بتاعي؟ مثلا نفسيتي مثلا كانت مش احسن حاجه. اكتبي كل الحاجات دي، بتساعدك بشكل كبير جدا تفهمي مشكلتك فين، ايه الحاجات اللي انا عملتها صح اكمل عليها، وايه الحاجات اللي فيها غلط استعين بحد يساعدني فيها، او ان انا ابتدي اشوف المشكله فين وابتدي احلها واشتغل عليها. تمام. هنتكلم ان شاء الله برضو فيها ان شاء الله. نحاول برضو لو ما وضحتش قولوا لي، اكتبوا لي تحت في الكومنت ان لو عايزين نعمل عليها حلقه مفيش مشكله. لكن هخليني اخش في اخر 3 ودول حلوين قوي 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 ولذاذ جدا جدا جدا، وعلى قد ما هم بساط ويمكن ناس كثيره جدا ممكن تستقل بيهم او خطوات، او ان هم يعني بان هم يعملوا فرق، لكن هم فعلا بيعملوا فرق بشكل كبير جدا 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 في النفسيه وفي الاداء بتاعك وفي احساسك بالانجاز. اول حاجه خطوه في اخر 3 4 3 اخر 3 قاعده الدقيقتين. اول حاجه محتاجه ان انا اعملها في اخر 3، اي حاجه اي مهمه هتخلص في دقيقتين روحي اعمليها حالا. زي ايه؟ زي ان انا مثلا اجدد الباقه، زي ان انا اروح ابعت ايميل للعميل، زي ان انا اروح ارد على المسجز اللي على الفيسبوك او على الانستجرام، زي ان انا اروح مثلا اروح مظبطه الاكسل شيت بتاعت الاوردرات بتاعتي. اي حاجه هتتعمل في دقيقتين بسيطه خالص، ان انا مثلا اغلف منتج، روحي اعمليها حالا، عشان دي هتعمل تقل معاكي بشكل كبير جدا. كل المهام اللي متزاحمه في دماغك اللي ما اتعملتش رغم ان هي تاخد دقيقتين هتعصلك معاكي وهتضايقك، وهتحسسك بهم كبير جدا لو هي ما خلصتش. وممكن كمان لو انت معاكي تيم ممكن كمان تعطلي التيم وهي في الاخر في حين ان المهمه ما تاخدش غير دقيقتين، يبقى اروح اعملها احسن. ودي هتساعدك بشكل كبير جدا. في اخر اليوم هتحسي ان انت في مهام يا خلصت كتير قوي 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 عملتها وهي كلها حاجات هبله وعبيطه، بس انا لا يعني حاجات كتيره انجزتها. طيب يبقى دي كده اول خطوه. تاني خطوه ودي مهمة جدا 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 وبتفرق بشكل كبير، ودي اغلبنا بنشتكي منها وبيجيلي منها في الاستشارات برضو، ان احساس ان انتوا مثلا بيكون في بعض مننا، ودي على فكرة انا ذات نفسي شخصيا على فكرة يعني دي من قلب التجربة، ان اوقات الواحد بيقعد يدعي بحاجات كتير وفي الاخر في حاجات بعض الدعوات كده مش بتتحقق بسرعة. ليه؟ وايه الشفت اللي بيحصل في الدعاء؟ ان مثلا انا بدعي النهارده ان انا يا رب انجح، او يا رب اكون حد مشهور، او يا رب يجي لي رزق، او يا رب يجي لي وظيفه. ايه السر في ان دعوه زي دي ممكن تستجاب بسرعه وفي دعوه تانية ممكن ما تستجابش؟ السر هقوله لكم في حاجه بسيطه جدا جدا بس سحر بجد. السر في ان انا احاول اربط الدعاء ده بحاجه ليها اثر في الاخره. زي ايه؟ يعني مثلا زي يا رب مثلا نفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني. دي بجد والله يا جماعه دعوه حلوه جدا جدا. بتلاقي فعلا ربنا بيرمي قدامك حاجات كده، فيديوهات، كورسات، ناس يتعلموا منك، يسالوكي في حاجات انت مثلا لسه طالعه من دروس انت طالعه منها. دي بتبقى حلوه جدا، احساسها رهيب ان ربنا اكنك بيحطك مستخدمك ومش يعني فاهمه، اكني عارفه عارفين الدعوه اللي دايما الناس بتقولها جميله قوي، اللي يقول لك يا رب استخدمني ما تستبدلنيش. هي دي بالظبط، بتحسي ان انت اكن ربنا بيرعاكي من فوق 7 سماوات، بيعلمك الحاجه اللي هي هتفيدي بيها غيرك، واللي هتفيدك انت، واللي هتفتح لك باب رزق ليكي انت. فمثلا دي برضو من ضمن الكونسبت الحلوه قوي قوي برضو، واساتذتنا برضو كانوا بيعلموها لنا، ان انت مثلا برضو حاولي انت لما تيجي تدعي تقولي يا رب نيتك انت، يعني تحاولي تربطي نيتك انت بالحاجه اللي انت نفسك فيها، ما تخليش مصلحتك بس انت اللي فيها. يعني بمعنى ايه؟ يا رب مثلا عايزه ابقى مليونيره او يجي لي فلوس، طب وبعدين هتعملي انت ايه بقى في الفلوس اللي عندك دي؟ هنروح طبعا لو ربنا اداها لنا مثلا دلوقتي وانا محتاجاها، ممكن نقعد نروح نصرفها على موبايلات، على عربيه جديده، اجيب شقه جديده، مش عارفه ايه. لكن المايند شيفت وعلى فكره ما بتحصلش ليه؟ لاني انا بكون ربطها بحاجات دنيويه. لكن لما بتكوني رابطه الدعوه بحاجه في الاخره او حاجه يعني ليها معنى، بتلاقي الدعوه دي سبحان الله السحر بتحصل على طول، او ربنا بيسرها على طول وبتستجاب. ليه بقى؟ او ايه اللي بيحصل؟ انك بتقولي يا رب مثلا، يا رب دايما يعني في دعوه مثلا انا فاكره ان انا دعيتها في مره، ان هو يا رب مثلا انا يعني اديني يعني من ضمن المشاريع اللي الحمد لله برضو كانت حلوه قوي قوي، ان مثلا ان انا كنت بدعي يا رب مثلا على حتى والله العظيم يعني بنيتي، يعني مثلا في برنامج ابداعي تدريبي، انك يعني دي من ضمن الاهداف بتاعتي، يعني يا رب مثلا اعمل، كان دي مهمتي والحمد لله ربنا انجزها لي بشكل كبير جدا جدا. وفي مره ابقى احكي لكم على موضوع قصه برنامج ابداعي، ان هو سبحان الله رب العالمين كان في تيسير من ربنا بشكل كبير جدا.
يعني ان يا رب مثلا اقدر ان انا اعمل حاجه تكون سبب رزق الناس كتيره جدا، يتفتح باب ليهم رزق وان هم يتعلموا، وان يكون فعلا دي تفيدهم وتديهم اكني الخلاصه والزتونه اللي تخليهم يبتدوا بزنس او يبتدوا شغل بعديها. فده كان سبب ان ربنا الحمد لله يسرها، وقدرت ان انا اعمل البرنامج الابداعي التدريبي. وعمري ما كنت اتخيل ان انا اقدر اعمل حاجه بالكم ده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني، وبالنتائج المبهره دي اللي طلعت من الخارجات بتوع برنامج ابداعي. فدايما اربطي الدعاء، والامثله كثيره جدا جدا عايزين من النهارده لبكره نقعد نحكي فيها، لكن دايما دايما اربطي الدعاء بحاجه ليها علاقه بالاخره، وحاجه ليها علاقه بالاثر الطيب، هتلاقي ربنا ميسرها لك ما تعرفيش منين. تالت خطوه عشان ما نطولش عليكم هي عاده الامتنان. عاده الامتنان دي جميله 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 جدا، وفي ناس كتيره جدا اتكلموا عليها ان هي بالنسبه لهم عاده هم اصلا اتربوا عليها، بس في مننا ما اترباش عليها. فدي بتكون شويه صعبه بس مبهره. يعني هي صعبة عليكي ان انت تتعودي عقلك عليها، بس لما بتتعودي عليها بتكون مبهرة في النتائج بتاعتها، بتحسن مودك بشكل كبير جدا، وبتخلي عطايا الله عز وجل بتكون اكتر عندك. ليه؟ لان انا النهارده سبحان الله انا بشكرك يا رب على وفضلك على مثلا على نعمة الاكل، بشكرك يا رب على نعمة النفس، بشكرك يا رب على النهارده خلصت شغل انا مش عارفة ازاي، رب باركتلي في الوقت. بتلاقي سبحان الله بكرة وبعده الدنيا بتبقى متيسرة، وبتلاقي ربنا بيبارك وربنا بيدي العبد الشكور. ليه؟ لان ربنا سبحانه الله تعالى هو قايل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لازيدنكم. دايما انا بحطها على نصب عيني، ودايما انا بحس ان هي دي ايه ربنا في خلقه، وده كان تحدي حتى ابليس لعباد الله المؤمنين او عباد او للمسلمين او للخلق او لبنو ادم اصلا كلنا، كان تحدي والستيل اللي هو ده تحدي ان احنا ما نشكرش ربنا ونكون ناقمين عن النعم اللي في ايدينا حتى لو كانت صغيره، فهي في ايد غيرنا هي كبيره، وفي ايدنا احنا ذات نفسنا شخصيا. احنا بنتناساها ان احنا نكون من 3 سنين او 10 سنين احنا كنا بندعي بيها واحنا عايشين في خيرها النهارده، بس الشيطان ونفسنا للاسف اللي اماره بالسوء بتخلينا نستصغر النعم وننقم كمان للاسف عليها، ان بل نهملها بل ما نهتمش بيها بل ما نشكرش ربنا عليها. فنحاول دايما دايما نرجع للنقطه دي، نمتن لكل نفس احنا بنتنفسه، لكل حاجه احنا نملكها، ونحاول دايما الحمد لله على فعلا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فعلا يا جماعه احنا محاوطين بالنعم، ولو شفنا اللي فعلا الناس اللي اقل مننا دايما نحط يعني نفكر، ودايما فكري في الناس اللي اقل مننا عايشين ازاي، ودايما هما وحتى في بجد نماذج كتيره جدا ملهمه على السوشيال ميديا. يمكن من ضمن الايجابيات بتاعت السوشيال ميديا ان دايما هتلاقي في ناس بدات من الصفر فعلا ومن تحت الصفر فعليا، مش كلام صحف ولا اغاني ولا مقالات ولا شغل ميديا. هتلاقي فعلا في ناس بادئين قد ايه بامكانيات ضعيفه، وقد ايه قدروا ان هم باقل الامكانيات، باقل يعني الامكانيات، ممكن حتى كمان ما فيش وركينج سبيس، ما فيش لابتوب، ما فيش يعني اقل الامكانيات، وما شاء الله كانوا قد ايه نموذج مشرف، وقد ايه حاجه تفتخر بيها، وقد ايه نموذج ملهم. فدايما الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اتمنى ان شاء الله ان البودكاست والحلقه النهارده تكون لذيذه ومفيده، وتكون كده ويا ريت لو حد كان بيكتب معانا بالورقه والقلم وعمل الجدول ده يبعته لنا، بحيث ان هو يفيد كده الجميع، واللي عايز يبتدي تنفيذ في الخطه او الخطط اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده ينفذ عليها على طول، تبقى حاجه كويسه قدرتوا تعملوها على الكانفا على باوربوينت ايا كان. ويبعتها لنا، وان شاء الله يعني يكون في ميزان حسناته وكلنا نكون ممتنين ليه. و اكتبوا لي تحت في الكومنت انتوا ايه الحلقه او ايه موضوع الحلقه الجايه اللي انتوا حابين نتكلم عليه. لو عندكم اي اسئله اكتبوها لي تحت في الكومنت، وان شاء الله بالتوفيق ليكم جميعا. وكنت معاكم انا بسمة عاشور ابو العرب، وبالتوفيق ان شاء الله. ما تنسوش السبسكرايب ومع السلامه.